في لحظات معينة في حياتك بتحس إنك واقف بين حاجتين، قلبك اللي بيناديك والدنيا اللي سحباك. وساعتها سورة الأنفال بتكلمك كأنها شايفاك بالظبط. سورة الأنفال نزلت بعد غزوة بدر، أول نصر كبير للمسلمين. بس الغريب إن ربنا مركزش على الفرحة قد ما ركز على القلب بعد النصر. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنفال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ربنا سبحانه وتعالى استخدم كلمة دعاكم، ما قالش أمركم. ودي فيها لطف وحب كبير من ربنا، وكأنه بيقولك إن اللي أنا بأمرك بيه ده هو في صالحك، وهو حياة لقلبك. وكأنه كمان بيقولك مش مهم انت وصلت لإيه، المهم قلبك لسه حي، لسه بيتأثر، لسه بيرجع، ولا بقى قاسي ومش فارق معاه. في ناس بتنجح بس من جوه بتموت، وفي ناس بسيطة بس قلبها حي، وده أعظم حياة. ربنا كمان قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الآية دي مش بس تخوف، دي توقفك، تقف كده وتسأل نفسك: هو أنا ضامن أقدر أرجع في أي وقت، ولا ممكن يجي يوم أبقى عايز أرجع ومش عارف؟ الهداية مش زرار بتضغط عليه، دي نعمة لو ملحقتش نفسك ممكن تضيع. ربنا سبحانه وتعالى كمان قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة مش دايما عقاب مباشر، أحيانا بتكون حالة عامة، قلوب بتقسى، ناس بتتغير، الصح بيبقى غريب أو مش واضح ومفهوم. وساعتها حتى اللي مش وحش بيتأذي لأنه سكت أو تجاهل أو حتى قال وأنا مالي. ربنا قال: وذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون. افتكر نفسك زمان وانت ضعيف وخايف وبتدعي من قلبك. دلوقتي بعد ما ربنا كشف عنك البلاء وأستعى عليك، لسه انت بنفس القلب ولا اختلف؟ المشكلة مش ان ربنا يديك، المشكلة انك تنسى وهو بيديك. ربنا بيقول: لا تخونوا الله والرسول. الخيانة مش بس أفعال كبيرة، الخيانة الحقيقية إنك تعرف الحق وتعمل عكسه، أو إن شكلك قدام الناس يكون كويس بس من جواك حاجة تانية خالص. وهنا بيجي الوجع الحقيقي. الوجع الحقيقي ده هو الفجوة بين اللي انت باين عليه واللي انت حاسه. ربنا كمان قال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ودي أعظم هدية، إن يبقى عندك نور جواك، تعرف بيه تمشي إزاي، تختار إزاي، تبعد عن إيه وتقرب لإيه. عمرك ما هتحتار حتى لو الدنيا كلها حواليك مش واضحة. الخلاصة: ربنا ما كانش بيكلمهم عن معركة، كان بيكلمهم عن قلوبهم بعد المعركة. لأن أصعب اختبار مش وقت الضيق، أصعب اختبار هو بعد ما تعدي. هل هتفضل زي ما انت كده، ولا الدنيا هتغيرك؟ لو اخترت الله بصدق هيمدك بنوره ويغفر لك ويزيدك من فضله. واعرف ان ربنا مش مستني منك الكمال، ربنا مستني قلبك يرجع له دايما بصدق. فاوعى تسيب قلبك يبعد لدرجة انه لما يحب يرجع ما يعرفش.